صباح النور، صباح الفل والياسمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. هكا اليوم جيتكم فيديو خفيف روتين كيف متاع كل يوم، كيف متاع أي بنية في دارهم تقرأ بين الفاك وبين الدار. حبيت نشارك معاكم نهاري كيف عديتو. هذه صبحية نهار الجمعة كالعادة مشيت نقرأ، وبعد روحت للدار هاكا شاركتكم شنو عملت. حبيت نعطيكم هكا لمحة للفاك متاع جندوبة. ما نعرفش فما برشا متتبعين قروا فيها، واللي ما يعرفهاش هاكا اللمحة هكا ولقطات صغيرة كهو. ولهنا هاكا روحت للدار وقلت لازمني نهبط فيديو على خاطر ما عندي برشا معناها ما هبطش، يمكن جمعة هكاك ما هبطش. قلت لازم اليوم نهبط فيديو خاطر قناتي بالرسمي هي ما شاء الله المحتوى بالنسبة لي ما شاء الله ماهوش معناها دوني جملة، اما ناقصني انه باش نهبط وزيد تكسرت لي الرينج لايت. الله غالب جاي كل شيء مع بعضه. قلت يا هدي لشنو نعمل، جاتني المخي الغرايف. عملتها الجمعة اللي فاتت لكن عاودتها، قلت خليني نعاودها ونشارككم الطريقة. جات ما شاء الله بنينة. أول حاجة نستحقوا الزوز كيسين سميد أرتب عليهم كيس فارينة، بطبيعة نفس الكيس قست بيه اللي في الصحفة هذيك فارينة قسته بنفس الكيس متاع سميد. عملت مغرفة كبيرة سكر حبيبات، ومغرفة كبيرة خميرة فورية، وساشي 10 جرامات خميرة حلويات. وبالطبيعة قبسة ملح، شوية هكا ملح باش يعدل الطعم وما تجيش هكا مسوسة وما تجيش ماهيش مطعمة معناه. الملح عنده دور كبير برشا. على الكمية هذه عملت سخنت شوية ماء دافي، جوست دافي كهو ماهوش سخون برشا. سخنته وبعد كيلت 3 كيسان ماء بنفس الكيسان اللي كيلت بهم السميد والفارينة بالطبيعة. توا خلطتهم الكل مع بعضهم باش يندمجوا المكونات الكل، وهوكا بعد نبدأ نزيد في الماء بشوية بشوية. وشوفوا البنات راهو كل واحد ونوعية السميد متاعه، فما سميد يشرب فيسة وفما سميد باللي تحط له الماء ديما يبقى ناقص ماء، وانتم عينكم ميزانكم. تو نوريكم في الاخر كيفاه يجي القوام متاعو. بالرسمي تبعوها الوصفه هذه، وصفتي ما نستغنيش عليها جمله، ديما نعمل فيها وتجي بنينه وخفيفه وديجا معناها ما تعبكمش برشا، ما نخليهاش تخمر برشا. لهنا في المرحله هذه عملت كان 2 كيسان ماء. البنات في المرحلة هذه قبل ما نحط الكيس الثالث لازمني نركضهم هكاك مع بعضهم كأني معناها نعجن فيهم مدة دقيقتين هكاك، ومن بعد نكمل الكيس الثالث بالطبيعة. وشوفوا البنات بالنسبة لي استعملت كان 3 كيسان ماء. كيف خلطتها وكملت الكيس الثالث حسيته معناها القوام متاعها، وصلت القوام اللي نحب عليه أول حاجة. وثاني حاجة لازم نقولكم اللي الماء لازم يكون دافي ماهوش سخون برشا باش ما يطيحش لكم الخميرة، وما معناها ما يخليش الخميرة تطلع وفيسة معناها ما تخمر. وما يلزمش يكون الماء بارد زادة. بقيت نركض فيها لمدة درج هكاكا. إذا كان عندك ميكسور بلونجون تنجم تستعمله ولا روبو، وانتي كيف ما تحب. أنا بالنسبة لي حبيت نعمل كل شيء بيدي بالفوي مانويل، وهذا هو القوام اللي حبيت نتحصل عليه. 3 كيسان ماء دافي، و2 كيسان سميد أرطب، وكيس فارينة، شوية ملح، مغرفة كبيرة سكر حبيبات، مغرفة كبيرة خميرة، وساشي خميرة جاتو
10 جرامات فيها. وبالطبيعة هذوما هما المكونات. البنات لهنا حبيت نوريكم لهنا بعد ما خمرت، خليتها الحق للأمانة 15 دقيقة، ربع ساعة خليتها تخمر. غطيتها، حطيت فوقها صينية كهو وخليتها تخمر. ما كملت، غسلت المعون اللي عملته والكوجينة كيفاه خلطتها. المهم ما كملت. بعد بديت نحضر في كعبات الغرايف متاعنا. ما شاء الله نودكم ومن شهيكم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تنجح معاكم. البنات لهنا دهنت اول حاجة باش نطيب على زوز مقلات. دهنتهم الزوز المرة الأولى كهو، دهنتهم شوية زيت، وبالطبيعة سخنوا بالكدا المرة الأولى. دوبة ما سخنت وحطيت معناها الغرايف، نقصت في الغاز على الاخر باش ما تطيبش مرلوطة، ومعناها باش ما تتسهدش نقولوا مرلوطة طول تحمار وتبدا هي ما هيش طايبة من فوق. يعني المرحلة الأولى لازم تكون المقلة سخونة مليح، وين تحط الغرايف متاعك، اللوش متاع الغرايف هاوكا تنقص في الغاز وتخليها تطيب على راحتها. ولهنا بقيت هكاك نميل في المقلة على الجناب الكل، معناها باش ما تجيش نقولوا نحنا ما تجيش متينة برشا هكاك، ما تطيبش مليح، وعلى قد ما تجي رهيفة خير البنات. وحبيت نشارك معاكم معناها كيفاه الطريقة متاع الكعبات الغرايف. استعملت زوز المقلات هذوكم، الحق عاونوني وفي ساعة ما كملتهم. المهم ساعة من زمان ولا حتى أقل من ساعة، في ساعة ما كملت الغرايف، معناها عملتها في ساعة وخمرت في ساعتها وطابت بالطبيعة في ساعتها. للي متخوفين ويحبوا الغرايف هكا، أي أصفنوا على ذراعاتكم وهيا معناها تعلموا بالرسمي. الواحد لازم يتعلم، ما يلزمش يعمل على حتى واحد. ديما نقولها لكم نفس الكلام نعاوده لكم، ميسالش أغلط وعاود، وبقدرة ربي بشوية من خلال الممارسة هذيك تتعلم. وما شاء الله صدقوني كنت الغرايف أول ما بديت معناها نطيب فيها ما تجينيش الحق متاع ربي، ما تجينيش بالكدا، ومعناها وما تنفجش وما تعملش هكا الفقاعات. وهي من سبب نجاح الغرايف انه تعمل لك الفقاعات هذوكم، معناها هكاك تكون ناجحة. بالطبيعة جربوا الطريقة ورحموا لي على والدي، طريقة سهلة على الاخر. شوفوا البنات ما شاء الله، التصوير الحق ظالمتها برشا جاو ما شاء الله. عملت كعيبات كبار في المقلة الكبيرة وكعيبات متوسطين والاخرين صغار. من نكملوا الفيديو، حبيت نشكر قناة لمسات خديجة، بالرسمي نقدم لها تحية. ان شاء الله ربي يبارك لها وربي يوفقها. قامت مع القنوات الصغيرة بالواجب الكل، ومنهم قناتي بالرسمي عملت حاجة مزيانة، هي والقنوات الاخرى الكل، القنوات الصغيرة اللي كيفها. صحيح هما معناها في طور مازالوا في البداية، لكن حبوا يعملوا الواجب مع القنوات الصغيرة على الاخر اللي تحت 1000 مشترك، وعاونوهم باللي يقدروا معناها. يرحم والديهم الكل، وان شاء الله ربي يبارك لهم وربي يوفقهم ويوفقنا جميعا. التونسي للتونسي رحمة، والله كيف ما يقولوا التونسي للتونسي رحمة. ومعناها هذه ما تتسماش مزية، هذا واجب. كيف تاخو من عند الإنسان الآخر حاجة تفيدك وتفيد الناس الكل، ما فيها باس معناها، له عيب وله حرام، بالعكس الكلنا خيين، الكلنا ناخذ من عند بعضنا. صدقوني لو متوانسة باهين، ولازمنا نخلو هكا صورة باهية حتى للبلدان الكل، معناها على تونس هي راهي بلاد الخير، بلاد المحبة، بلاد الأخوة. معناها لازمنا نوروا للقنوات الأخرى وللمشاهدين الآخرين معناها اللي من بلدان أخرى اللي تونس راهي بنساها وبرجالها الكل. وإن شاء الله تكبر قناتي أنا زادة، وإن شاء الله نعمل بالمثل. الواحد كيف يتبع في الحاجات هذه وياخذ من القنوات حتى الكبيرة، سواء الكبيرة ولا الصغيرة، معناها ما فما حتى مشكل، ياخذ منهم حاجات تفيد
المهم حكيت برشا. هذه هي الغرايف متاعي ما شاء الله، ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم. والبنات حبيت نقولكم لازم الطيب من لوطة، معناها تحمار ليكم من لوطة. اول ما معناها ما تجبدوها من على النار باش تحسوها هكا معناها يابسة شوية معاكم، لكن من بعد باش تطرى معناها. ونحب نرحب بالمشاهدين والمشاهدات جدد معايا. مرحبا بكم الكل، وإن شاء الله تعجبكم قناتي وإن شاء الله تستفيدوا منها. هي قناة متاع روتينات ووصفات. هذا هو المحتوى متاع قناتي، وإن شاء الله نفيدوا بعضنا. بالنسبة لنا في جهتنا نعملوا في الغرايف شوية زيت زيتونة وشوية سكر وناكلوها هكا وصحة وبالشفاء ليكم. وكل بلاد ورتالها وكل واحد كيفاه يعملها. لهنا بعد ما كملت طيبة الغرايف ونظمت الدار بالطبيعة، من بعد مشيت نقرأ، مش نقرأ في الفاك، نقرأ في الدار. مراجعة، جيست مراجعة باش ما تتكدسش عليا معناها الواجبات متاعي. وحتى في البريود متاع الريفيزيون نلقى روحي ملخصة ونلقى روحي فاهمة شوية. هذا هو نهاري كيف يتعدى. من بعد البنات عملت لكم لقطات هكا صغيرة على نهار السبت كيفاه المطر معناها صبت ما شاء الله خيرات من عند ربي. لكن لهنا في جندوبة بردت على الاخر نهار السبت البنات بالرسمي باردة. ما شاء الله المطر هيك بدت تصب. شوفوا الهواء